النهارده الجمعة وده اليوم الأخير اللي هنسلم فيه شقة المنيل. دخلنا نصلي وده الأذان الأول. وبالمناسبة من الأخطاء الشائعة في صلاة الجمعة موضوع الأذانين، هو أذان واحد وده السنة. المهم ما علينا، الأذان الأول خلص والناس قامت تصلي السنة، وده الخطأ التاني إن مفيش أصلا سنة قبلية قبل الصلاة في يوم الجمعة. عارف الناس دلوقتي هتقول لي إيه في الكومنتات؟ خليك في المحتوى الهندسي، بس واجب عليا كمسلم لما ألاقيك بتعمل حاجة غلط أنبهك. المهم خلصنا الصلاة الحمد لله وطلعنا من المسجد، وده كان شكله بسيط وهادي وشيك، بس من جوه أوفر قوي بصراحة. إيه كمية الكرانيش الذهبي دي؟ سيبك اتحركنا على الموقع عشان نسلم الشقة. وصلنا المنيل، ركننا جنب المسجد، مفيش غيرنا في الباركينج، وشايفين الدنيا فاضيه ازاي. وتعالوا نطلع نشوف الشقه، وبسم الله ما شاء الله ده شكل الريسبشن. الالوانات كلها هاديه مايله للجري، ارضيه الريسبشن بالكامل بورسلين مقاس 120 في 60. بس مش واخدين بالكم من حاجه؟ الصوت اللي في الخلفيه ده الساوند سيستم، مؤسسينه بالكامل في الشقه، وفي كل غرفه في سماعه ومفتاح تحكم ليها. الاسقف بالكامل جبسون بورد فلات، البانوهات على الحائط لذيذه وهاديه وبسيطه. لون الدهان بريز بس فتحناه شويه عشان في الاصل يبقى غامق، وفي ناس ما بتحبش الغوامق. بصوا كمان شكل الارضيه عامل ازاي، ما شاء الله حاجه تحفه. الابواب جايه بالكامل من نوع بي في سي، والقشره من لون جراي. لو تفتكروا الشقه دي كانت عامله ازاي من الاول، حصل تغيير جذري فيها وتعدلت بالكامل. اوض النوم سيراميك باركيل جوهره، والاسقف زي ما انتم شايفين حاجه اخر دلع. دي اوضه الاطفال على فكره، ده الحمام الاساسي بتاع الشقه، والباب عملناه منطبق عشان نوفر المساحه وعشان نخلق حمام تاني لغرفه المص. ده شكل الحمام التاني، وده حوض الوضوء عشان ست الكل ما ترفعش رجليها وتتوضا، بيشتغل بسنسور على فكره. ده شكل الباب المنطبق وهو مقفول، المفصلات مخفيه تماما، وده شكله وهو بيتفتح. اسسنا كمان الشطر على الشبابيك، بيفتح ويقفل اوتوماتيك بمكنه، عزل صوت عزل حراره، وكمان بيحجب الاضاءه تماما. هسيب لكم صور الشقه على الصفحه عندي. خلصنا ومروحين، سلام.